اجمل ناس عاملين ايه؟ يا رب يكونوا بخير وفي احسن صحة يا رب. تعالوا بينا نصلي على حبيبنا النبي ونعمل اكلة حلوة كده خفيفة سهلة وسعرها حلو جدا جدا. وكمان مناسبة قوي للي عايز يشرب مع الاكل شوربة كده يبقى منه فيه. تعالوا بينا نصلي على حبيبنا النبي كمان مرة واقول لكم انا جبت ايه. انا معايا كده اقل من ربع رز، ومعايا ماجي، ومعايا ب5 جنيه فول مدشوش من ده. بتروحي عند العطار بتجيبي نص، تجيبي ربع، تجيبي ب5، تجيبي ب10 براحتك. وهنا حطيت شوية زيت وحطيت معلقة سمنة، وهبدأ أسمي بسم الله وهسيبهم يقدحوا كده، وهكون مخرطة بصلاية وهنزل على السمنة والزيت بالبصلاية بتاعتي الحلوة دي. تمام. هنا بقى عبال ما البصلاية تاخد لون كنت أنا بصيت في الفول وغسلته، ويجي طبعا تسبيكة أنا مطلعاها من التلاجة، الصلصة يعني أنا مسبكاها، وهحطها كده على البصلة تاخد برضو تقليبة كده. عبال انا طبعا ما غسلت الفول وسبته عشان يتصفى. تمام. وهنا هزود كوبايتين ميه او 3 ميه على حسب الكميه اللي انت هتعمليها. وهنزل كمان الماجي بتاعتي، الماجي بتديله طعم حلو قوي. وكمان هسمي بسم الله وانزل الفول بتاعي. هنا بقى كنت نزلت الفول وسبته ياخد غلوتين، وهشطه في الرز. عايزه تسيبي الرز لوحده بره وتعمليه ابيض وانت اللي تزودي ده على ده براحتك، عايزه تعملي زي كده براحتك، بس ما تكتريش الرز عشان بعد كده بيتخن قوي. تمام. هنا نزلت بالرز اهو، وكمان هسيبه شويه على النار، هقلبه بس تقليبه. بصي بوريك اهو مع بعض، وهنا كان قرب خلاص يدخل في السوا. عايزه اقولك ما بياخدش وقت خالص. لو حسيتي ان الاكله دي تخنت منك تقدري تزوديها كوبايه ميه. بس كده هو كان الغدا بتاعي. تقدري كمان تاكليه عيش او تقدري تاكليه كده. بالف هنا والشفا على قلبك وعلى قلبنا.